اهلا اهلا احلى شهيدات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله فرحانين مع الناس اللي كتبغيهم. وفي هذا الفيديو هذه غادي نشارك معكم مجموعه ديال الاشياء مفيده وممتعه في نفس الوقت. لقيتوني هنا كنت مازال ما خرجتش للخدمه، ومؤخرا ما بقيت شيء كنفطر في الصباح. تقريبا نقولوا دايره الصيام المتقطع لانني يلاه كنتسانس به. المهم راكم عارفين خصوصا يعني في الشهر الاول، وهذا يعني الانسان يلا كيتوالف. وتوحش صراحه نفطر في هذا النهار هذا، قلت ما غادي نخرج حتى نوجد الفطور ديالي. المهم انا ان شاء الله غادي نوجد الفطير نبارطاجيه معكم، وانتم ان شاء الله باش نجاوب كذلك على الاسئله ديالكم اللي خليتوا لي بخصوص لا بلاك، بخصوص الفران واشياء اخرى ان شاء الله تستمتعوا بها. بالنسبه للفطور فانا درت خبز ديال التوست بالقمح الكامل، حمرته درت هنا مع بيضه والزعتر وشويه ديال الحار وزنجلان، عرفتي كيعطي هذا لو ميلونج واحد المذاق يا سلام. والاخر فانا درت فيه شويه ديال زبده الكاوكاو مع البنان. وصراحه توحشت من هذا شحال انني نجلس هكذا على خاطري نوجد فطير ونفطر على خاطري. ودرت انا قهوه بالحليب، يعني حليب نباتي. فتنحاول هاد الايام هذه يعني تقريبا هذه واحد شهر نعتمد صيام متقطع، لان كما تتعرفوا عنده واحد المنافع كثيره. يعني الا قلبتوا عليه sur انترنت غادي تشوفوا المنافع ديالو ان شاء الله. من بعد يعني منين نولي متمكنه بعض الاشياء ومواظبه ومنضبطه من طبيعه الحال، فانا غادي نبارطاجي معكم التجربه الشخصيه ديالي باش حتى نتوما تستافدوا وتكونوا واحد الاستفاده اللي هي مهمه واللي عن تجربه شخصيه. ملي ساليت التصوير ديال الفيديو السابق يعني بديت كنظف هنا سطح العمل، فتفكرت الاسئله اللي كنتو طرحتوا ليا بخصوص الكوارز اللي انا دايره يعني في سطح العمل بخصوص لا بلاك، فقلت ان شاء الله نجاوبكم عليهم باش هكذا كلشي يستافد. دونك بالنسبه للكوارز يعني بزاف منكم سقساوني على الثمن ديالو حاليا راه ما بين 1000 و 1900 2000 درهم 2300 درهم، يعني على حسب الجوده ديالو. وبالنسبه كذلك لطريقه التنظيف فهو خاصكم تنظفوه فقط يعني بمواد يعني بسائل ديال الاواني، ما تستعملوش اي دي برودوي شيميك، ما تستعملوش اي جافيل، ما تستعملوش الحامض، ما تستعملوش الخل. هادو صراحه واحد نصائح اللي خليتهم لي واحد المتتبعه في الكومونتير بخصوص الخل والحامض ولي برودوي شيميك، انهم تاثروا على الكوار لان هي دايره في دارها وما كاين ما احسنها يعني من سائل ديال الاواني. راه تبارك الله غير بواحد المسحه خفيفه يعني كترجع ديك البيوضه ديالو، صراحه تيعطي واحد الجماليه اكثر للمطبخ. حاجه اخرى اللي فيه زوينه انه ما كيطبعش يعني بزعفران باللون ديال شي حاجه خضراء ولا دغيا كيتنظف، وصراحه زوين بزاف وما ندمتش عليه. بالنسبه للسخونيه انا دائما يعني كندير هكذا دي سوبلا، كنت خديته من ايكيا باش ما نحطش شي حاجه تفاديا لاي طارئ يعني الانسان يحاول يتفادى. وبالنسبه لابلاك انا غادي نهضر لكم عليها تو دو سويت. غادي نهضر لكم على لا بلاك اللي بزاف منكم سولوني عليها على قبل لا كونسوماسيون، على قبل لا مارك ديالها، وبزاف منكم قالوا لي بانها لا تتاكل الضوء. دونك بالنسبه لا بلاك اللي انا عندي ماشي بلاك فيترو سيراميك، لان في الاول انا ما كنتش عارفه الفرق. يعني كانت ديما عندي ديك الفكره ديال ان لي بلاك كلهم بحال وبان كلهم تيكونسوميو يعني الضوء بواحد الشكل اللي هو كثير. فبقيت كنقلب وتنبحث فلقيت واحد النوع ديال لي بلاك يعني اللي سميتهم دي بلاك اندكسيون. هاد لي بلاك هادو بالنسبه لا كونسوماسيون ديال الضوء فهم اقل من لي بلاك فيترو سيراميك. لي بلاك فيترو سيراميك تيخدموا في واحد لو فويي د ريزيستانس اللي تيكون لتحت، راه تيكون هكذا داير. فوالا هنا في هاد لي فويي هادو تيكونوا بحال هكا دايرين، يعني كيبانوا لكم الشكل ديالهم يعني بحال حمر. دونك هذوك تياكلوا الضوء بزاف. المهم انا غادي نشرح لكم نقول لكم شنو الفرق يعني ما بين لي بلاك فيترو سيراميك و لي بلاك اندكسيون اللي هي اللي خديت منهم. دونك لا بلاك اندكسيون لافونتاج ديالها هو انها تتكونسومي الضوء اقل من الاولانيه بواحد النسبه تقريبا ديال 30%. وبالنسبه لي بلاك اندكسيون تيخدموا بلا تكنولوجي الكترومغناطيسيه، يعني ملي كتحطوا ليستونسيل هنا فوق من
لو فوايي. فكيتخلق واحد المجال مغناطيسي. يقولوا لي فاطمه زهراء جدانا اختي حنا باغيين نسخنوا غير الماء ونطيبوا البيض. مي هادشي كنقول لكم غير باش تعرفوا الغزالات الفرق ما بين يعني الالكترومغنيت، ما بين لاندكسيون وما بين الفيتروسيراميك. لان انا براسي ما كنتش عارفه، كنت كنشوف لي بلاك كاملين دي بلاك وكلهم بحال بحال، ولكن تنقول لكم باش نجاوبكم يعني باش تعرفوا الفرق بيناتهم. حاجه اخرى هو ان الطاقه او الحراره يعني كتديفيوزا فقط على حساب يعني القاع ديال لي ستونسيل. حاجه اخرى فيها زوينه انك ان فوا كتهزي مثلا كاسرونه ولا اللي عندك او لا براد ولا اي حاجه يعني من فوق منا، يعني الضو صافي تيتقطع. هادشي اللي كيخلي لا كونسوماسيون ديال الضو ما تضيعش بزاف وتتكون اقل من لي بلاك فيتروسيراميك. حاجه وحده اللي تقدر تكون مبرص لاندكسيون هما المعينات. يعني خاص ولا بدا تشري واحد لا باتري كامله، ولا بحال دابا انا مثلا كل مره تنخطف حويجه مازال كانت عندي الكوكوت هذا البرمه لقيتها اوغوزمون لقيتهم عندي في هذا اندكسيون. تحت كيكون واحد لو سين انا غادي نوريه لكم بحال هاد المقله هذه عاد خديتها غيسامون. انتما كتشوفوا في الاسفل ديالها يعني كاين هاد لو سين هذا. حاجه اخرى هو ان لي بلاك اندكسيون زايدين في الثمن على لي بلاك فيتروسيراميك. بحال هاد لا بلاك اللي انا شريتها راه الثمن ديالها علينا 7000 درهم، ولكن في نفس الوقت راه يعني كنقتصدوا في الاستهلاك ديال الكهرباء، وهادشي علاش خدينا. حاجه اخرى اللي فيها زوينه بزاف انه واخا تتحرق عليها مثلا اتاي ولا شي حاجه اللي كتحرق، مثلا تكون شي حويجه كطيب وما تردوش عليها البال، تتعرفوا مثلا كتقدر تكرم، فواخا تتكرم فهي كتزال يعني بسهوله جدا. فوالا دونك هادشي اللي كاين. حاولت انني نعطيكم يعني واحد الفكره شامله. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي علاش ما درتيش الغاز البنات، انا صراحه هذا ليسباس اللي كيبان لكم هنايا تحت بغيت نستغلو كامل وما بغيتش ندير فيه ديك القرعه ديال البوطه. وهذه من جهه ثانيه ما بغيتش نبقى كل مره ديك البوطه سالات البوطه جيب البوطه دير البوطه صافي، يعني باش نكون حتى انا مرتاحه. دونك هذا ما كان. وبالنسبه للمارك فانا خديت وير. بالنسبه للكوتليت غادي نديرو فيه واحد المكونات عفوا التوابل ساهلين وصدقوني راه كيجي رائع جدا. غادي ناخذو هنايا مليحه، تقدروا انكم تشرملوه بوحديتو في واحد لوبول. هذا انا ما بغيتش نكثر الماعن. درت هنايا مليحه، درت هنا شويه الكمون، شويه ديال الحار، وغنضيف كذلك واحد المعلقه ديال لا موطارد فريمون تعطي لهاد الكوتليت واحد المذاق زوين. كاين اللي كيبغي يكتفي فقط بالملحه والكمون، تبقى لكم الاختيار. المهم انا هاد الخلطه صراحه كنت بارطاجيتها معكم هذا شحال، وكاع الناس اللي كيجربوها تيخليو ليا يعني لي غوتور ديالهم بان كيعجبهم يعني بهذه الطريقه وكيجي لذيذ بزاف. وضفت كذلك الاعشاب المنسمه، تقدروا انكم تكتفيوا فقط بالزعتر او لا زعتره صافي، وكتحاولوا انكم تبلوهم الا كان عندكم الوقت ولقيتوا انكم تبلوهم على اتساع وتخليهم على الاقل واحد ساعتين راه كيجيو منسمين بواحد الطريقه زوينه. صافي رشيتهم هنايا بزويته سواء زويته بلديه ولا روميه، وغادي ندخلهم ان شاء الله للفران يطيبوا راه ماكسيموم واحد 20-25 دقيقه تيكونوا واجدين على حسب اللحم. ولقيتوني غادي ندوز باش نحضر هكذا شليضه وغادي نقاد حتى زعلوك، واستغليت ان لي كوتليت ما حدهم هكذا في الفران فحتى هما دخلتهم يعني باش يطيبوا في مره واحده. بالنسبه للبنات اللي كيسقسوني على الفران، فالفران حتى هو ديال الضو اون كاسترابل. هاد لا مارك هذه خديتها تركيه،
المهم سمعت واحد الناس كيشكروها، فقلت علاش لا ما نجربها، سيرتو ان الثمن ديالها كان جد مناسب. بالنسبه للاسم ديالو انا غادي نخليها لكم، خديته ب 2300 ولا 2200 درهم، والصراحه عجبني بزاف، ما تصوروش شحال سيرتو في الخبز، يعني تفاجأت في الجوده ديالو، في الكيك يعني كيفاش كيطلع، وعجبني بزاف. يعني مقارنه بالثمن يعني بالماركه، باش عرفوا البنات راه ماشي دائما الماركه اللي كتحكم. انا خديته صراحه في يد الله، قلت الا صدق لي تبارك الله، ما صدق شيء يحن الله. المهم صدق لي بزاف، وانا جوده الفران تنعرفو سيرتو مع الخبز مع لاباط ديال البيتزا، عادي فريمون البنات كيطلعوا ليا زوينين، داكشي اللي كنبغي، وفران يعني بداكشي اللي انا باغا، وسيرتو ان الثمن ديالو كما قلت لكم جاني مناسب جدا. المهم هنا كما تشوفوا غادي نقاد خلاص زايلوك تبارك الله، راه كاع الناس يعرفوا يصايبوا. زدت عليه هنايا صلصه ديال سوليس، شويه ديال القزبر ومعدنوس، مليحه، شويه ديال التحميره، وكذلك الكمون، شويه ديال الحامض المصير والثومه، وتبارك الله راه دغيا كيوجد وتيكون جاهز. غادي ندوز دابا نحضر الخبز اللي غادي نقدر انا ناكلو، لان فريمون بغيت كما تتعرفوا يعني شلاضه وزعلوق خاصنا ولا بدا ندوزو بشي حاجه. وانا خلاص الخبز خصوصا ديال الدق الابيض هذا وليت كنحاول انني نقص منه بزاف عاد، فخديت انا الخبز ديال التورتيه. المهم غير باش نقدر انني ندوز به ان شاء الله هاد الشليضات هادو. رشيت عليه هنا هذا زيت الزيتون ودخلتهم الفران حتى تقرمشوا. وبالنسبه لشليضه اخرى درت شلاضه مغربيه يعني بفليفله بطوماط سوريز وبالبصله. فوالا عاد غادي ندير زويته مليحه ولي وصراحه هاد الشلاضه هادي كتعجبني بزاف بزاف، خصوصا مع النسمه ديال شواد الفلفله. يا سلام. غير بالنسبه للفلفله ملي تبغيو تنقيوها حاولوا ما تغسلوهاش باش تبقى فيها ديك الطيبه. ما تصوروش واحد المذاق ديال هاد زعلوك مع هاد الخبز ديال التورتيه هكذا مكرمل، عرفتي شكلي تاني ومذاق تاني جدا. عرفتي خفت غير نولي عاود نبليها به، ولكن فريمون واحد المذاق زوين. عرفتي ديك القرمشه مع النسمه ديال هاد الشليضات هذا، عرفتي واخا بساط ولكن صدقوني راه واحد المذاق يا سلام. وخصوصا هكذا الحويجه ملي كتصايبوها في الدار بكل حب وهذا، لا علاقه مع الاشياء صراحه اللي كناكلوها على برا. عرفتي فريمون البنات هاد الايام منين وليت كنحاول يعني نحسن يعني من جوده الاكل، من يعني من نمط العيش يعني خصوصا الصحي، فلقيت واحد الفرق كبير جدا. وليت كنقول فاطمه زهرا كي كنتي شحال هادي اي حاجه كتلقايها قدامك صافي كتاكليها وكنستهلكها. ففريمون الانسان اللي منين كيجرب بعض الاشياء جديده اللي ربما الانسان تيكون مازال باقي صغير وهذا ما كرت شي البال هذا الشيء، ولكن الحمد لله الانسان ما حدو كيكبر كيدير عقلو تيقول خاصني نتهلا في صحتي، نتهلا ملي كنتهلاو في صحتنا راه كنتهلاو حتى في النفسيه ديالنا، في الغوندمون ديالنا، في التصرفات، في التعامل ديالنا. فاللهم تعالى يدومها علينا نعمه. وهذا هو الشكل ديال لي كوتليت صراحه كيجي رائع جدا، نتمنى انكم تجربوه. فوصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا بالمشاهدة ديالو. شكرا دائما على حبكم، على التعليقات الزوينة اللي كتخليوا ليا. هذا انستغرام ديالي، الف مرحبا بكم. ونضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم. خليتكم في راحة الله.